بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم المحشي الخطير ده، واقول لكم على سر التسوية وازاي يطلع معاكي بالجمال ده، وكان دايب وريحته جايبة اخر الشارع. وهقول لك ازاي الخلطة تطلع معاكي بالجمال ده واللون ده، وهقول لك على كل حاجة وسر التسوية، واقولك على كل التركات اللي فيه. بس تابع معايا الفيديو للاخر. اول حاجه هنتبل اللحمه بتاعتنا. اقطعي بقى اللحمه بالقطعيه اللي تحبيها. تمام كده زي ما انت شايفه معايا هنا طماطمايه وبصلايه وثلاث فصوص من الثوم في الكبه او الخلاط. ابتدي افرموهم كده ناعم خالص. انا عايزه الميه بتاعتهم وهستغنى عن التفل خالص. هجيب مصفى كده واصفي الميه بتاعتهم. تمام كده، واحط مع نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البابريكا. تمام كده، وهقلب معايا اللحمه بالتتبيله ديت. تمام، وهسيبها بقى معايا قد ايه؟ هسيبها معايا لغايه ما اخلص تجهيز المحشي. تمام، وممكن تتبليها قبل كده بساعه او بساعتين او بنص ساعه زي ما تحب. هقلبها كويس قوي قوي، يا ريت تدعكيها بايدك عشان التتبيله تخش لكل حته في قلب اللحمه. وغطيها وسيبها جنبك على الرخام. انا ما حطيتهاش في التلاجة، انا غطيت عليها وسبتها جنبي على الرخامه لغايه ما ابتديت اجهز في المحشي. تمام كده زي ما انتوا شايفين اهوت. قلبها كويس قوي قوي عشان التتبيله توصل لكل حته فيها. تعالوا بقى اقول لكم لازم تنقي الكرنبايه ازاي. شايفين الكرنبايه القمر اللي معايا دي؟ احنا في الشتاء والكرنب طبعا كلته حلو ومسكر وجميل جدا جدا. لما تيجي تنقي الكرنبايه ما تنقيش التقيله المكتومه ولا تنقي الخفيفه المهويه، نقي الوسط. تمام. وفي كرنب بلدي وكرنب البطه اللي هو بيبقى مليان ورق وجميل ده، بس الكرنبايه اللي معايا دي كرنبه بلدي. تمام. هبتدي بقى احوش الورق الاخضر اللي فوق الوش ده. تمام. الورق الاخضر ده هو اللي بيبقى حامل الكرنبايه من الندى واي رطوبه في الجو. تمام، هتشيليه لو عندك طيور او حيوانات حطه لهم. ما عندكيش خلاص اتخلصي منه. تمام. وهبتدي بقى اقور الجزء اللي فوق ده زي ما انتوا شايفين. يا ريت تكون السكينه حاميه معايا عشان ما تهريش الكرنبايه معاكي، وهتتقور معاكي بكل سهوله. امشي كده داير ما يدور هتطلع معاكي بكل سهوله اهوت زي ما انت شايف. تمام كده، احنا في الشتاء والكرنب جميل جدا جدا ومسكر وجميل. بعد كده هتحوشي القلب اللي جوه ده زي ما انت شايفه برضو، هتحوشيه بالسكينه بكل سهوله. تمام كده، هتبتدي تقوري كده من فوق وتحوشيه. القلب ده ممكن ان انت تخلليه او ممكن كمان ان انت تقطعيه على السلطه، بيبقى مسكر وجميل جدا جدا. دلوقتي معايا ميه على النار في حله كده، تاخد الكرنبايه اللي معاكي تمام. يا دوبك هي قايمه تغلي، هحط فيها معلقه من الملح، ربع معلقه صغيره من الكمون. الكمون معايا بيحوش اي انتفاخات بيسببها ورق الكرنب. جميل جدا كده. وبعد كده هاخد الكرنبايه اقلبها على وشها كده، اكفيها كده زي ما انتوا شايفين لمده 4 دقايق. اضغط كده على الورق الاقيه طري والجرشه اللي فيه راحت. هقلبها بقى على الناحيه التانية دقيقتين كده، وبعد كده هبتدي اسحب الورق ورقه ورقه. هتلاقيه سحب معاكي بكل سهوله واستوى. انت ممكن على فكره تسلقيه ورقه ورقه، بس انا بحب كده اسلقه بطريقه امي الله يرحمها. تمام اهوت بتشيل معاكي بكل سهوله. شايفين؟ هو يا دوبك 4 دقايق على وشه. وبعد كده بتقلبي الكرنبه ودقيقتين وتسحبي الورق. بعد كده بتشطفيه بميه بارده لان الورق بيبقى سخن وعلى بعضه وممكن ياخد تسويه زياده ويتهري منك. شطفيه بميه بارده تحت الحنفيه كده شطفه واحده. وبعد كده بقى بتقطعيه بالطريقه دي، بتحشي كده العنق بتاعه او العرق الاخضر بتاعه ده الجامد ده. وبعد كده بقى بتقطعيه بالحجم اللي انت تحبيه، انت اللي بتتحكمي في حجم الورقه. عايزاها كبيره بتقطعيها كبيره، عايزاها صغيره او وسط بتقطعيها بالحجم اللي تحبيه. اهو زي ما انت شايفه كده. وهنقطعه كله بنفس الطريقه برضو، قطعيه بالطريقه اللي انت تحبيها. انا امي كانت بتقطعه كده وانا بقطعه زيها. تمام. تعالوا بقى نعمل التسبيكه بتاعتنا. معايا بصل 3 4 بصلات كده، هو المحشي بيحب البصل الكتير. قطعيه بقى بالطريقه اللي تحبيها، ممكن تقطعيه على ايدك كده او تفرميه في الكبه، بس احنا عايزينه خشن. تمام، يعني عشان نحس كده بطعم البصلايه في المحشي، ما تقطعوش ناعم قوي قوي يعني بالطريقه دي. وبعد كده تحط الايدام بتاعك اللي هو الزيت
ممكن تحطي زيت على سمنة وكتري شوية عشان المحشي بيحب الإدام الكتير. تمام. وبعد كده حطيت حتة دهنة كده بتديله طعم، حابة تستغني عنها براحتك. وبعد كده هحط البصل واقلبه معايا كده ياخد لون الذهبي. وبعد كده قرب ما ياخد اللون كده احط له قرن فلفل حامي، حابة تستغني عن الخطوة دي براحتك. اول ما ياخد لون كده تمام، ما تغمقيش البصله قوي قوي عشان ما تمررش التقليه بتاعتك معاكي. بعد كده حطيت لتر من الطماطم. اول ما استبكت كده هبتدي بقى احط لها البهارات بتاعتها. حطيت معلقه صغيره من الكمون بمعلقه البهارات، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره شطه، نص معلقه صغيره بابريكا، معلقه من الملح. تمام. انا ليه حطيت البهارات بعد ما استبكت؟ عشان هي طماطم كده كتير ما بتعرفيش تتحكمي في حجم في كمية البهارات، وممكن تحطي بهارات زيادة عن كده. تمام. ما تستبك معاكي بتحطي البهارات المطلوبة. تمام كده. اعرف منين ان هي استبكت؟ اما تنطر الإدام بتاعها كده فوق الوش، اللي هي الزيوت بتاعتها تنطرها فوق الوش كده، هعرف كده ان هي استبكت. تمام. هديلها تقليبة كده. تمام. ومعايا بقى ايه الخضرة، انا هنا حطيت الملح اهوت، معايا ربطة من البقدونس وربطة من الكزبرة وربطة من الشبت. ممكن تاخد نص ربطة من كل حاجة، بس الخضرة لما بتكون حلوة وكتير بتدي المحشي طعم جميل. بغسلها كويس قوي قوي واحطها في مصفى كده واصفيها من المية كويس، وبعد كده اخرطها ناعم زي ما انتوا شايفين اهو. ممكن تاخدي نص ربطة من كل نوع زي ما انا قلتلك، وممكن تستغني عن البقدونس وتحطي شبت وكزبرة بس التلاتة مع بعض بيدوا طعم جميل جدا جدا للمحشي. معايا هنا كيلو رز مغسول ومنقياه ومنضفاه كويس وغسلاه ومصفياه برضو من المية كويس قوي. هقلب الخضرة زي ما انتوا شايفين مع الرز كده. تمام كده. وبعد كده هنزل بيها على التسبيكة بتاعتي واديلها تقلبتين وهي لسه على النار كده. تمام. لغاية ما كله يمتزج في بعضه زي ما انتوا شايفين. يلا يا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين؟ بعد كده بقى هاخد طاسة على النار واحط فيها معلقة سمنة او زبدة تسيح بس، وبعد كده هدي صدمة للحمة اللي احنا متبلينها زي ما انتوا شايفين. وممكن ما تديهاش الصدمة ديت، بس ده بيديها طعم ولون حلو قوي. تمام. اول ما تاخد لون على الناحية دي هقلبها على الناحية التانية. عندي بقى طماطمايه وبصلايه مقطعاهم زي ما انتوا شايفين شرايح كده، هتبلهم بالملح والفلفل الاسود والبابريكا. تمام كده. وبعد كده هبتدي بقى ارص الصينيه بتاعتي. هاخد اللحمه بتاعتي بعد ما خدت صدمه على الناحيتين هرصها كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين اهوت. يا ريت اللحمه بتاعتك تكون شرايح عشان ما تاخدش مجال في الصينيه. تمام. انا هنا قطعها قطع، لو كانت شرايح ما خدت مجال برضو زي كده. ممكن تاخد الشرايح بتبقى قطع رقيقة ومتاخدش مجال معاكي في الصينية. هبتدي بقى اصبع المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. الخلطة بتاعتي ناشفة مفيش فيها اي مية. ليه؟ لان مصفية الخضرة بتاعتي كويس ومصفية الرز، وبرضو مديه الطماطم التسبيكة المظبوطة بتاعتها. هبتدي بقى ارص المحشي عكس كده زي ما قلتلك. رصيه، ما ترصوش كلته يمين او شمال او خط واحد، لا، اعملي صف كده بالطول وصف بالعرض زي ما انت شايفه، بحيث لما انت تيجي تحطي الميه او الشوربه بتاعتك تنزل كلها في قاع الصينيه والصينيه بتاعتك ما تبقاش مكتومه. تمام كده. انا هنا كنت مولعه الفرن على اعلى درجه حراره. تمام. يسخن قبل ما احط المحشي بربع ساعه. ممكن تسويه على عين البوتاجاز. عندي هنا ميه مغليه احط فيها مرقه دجاج. تمام. معلقه ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود. تمام. نص معلقه صغيره بابريكا. تمام كده. يلا يا حبيبتي انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها. لو عندك شوربه ممكن تستغني عن الميه وتحطي شوربه تسقي شوربه على طول. تمام. بس الميه بتاعتك او الشوربه لازم تكون مغليه. هبتدي بقى اسقي المحشي بتاعي. ما توصليش بالشوربه او الميه للاخر، ما تخليش الشوربه او الميه تغطي المحشي بتاعك. تمام كده. يا دوبك بس تكون لامسه السطر الاولاني اللي هو فوق الوش ده من تحت. تمام كده. زي ما انت شايفه هتشوفي دلوقتي اللي انا بقولك عليه زي ما انتوا شايفين اهوت. هي لامسه يا دوبك السطر الاولاني من تحت. شايفينها هنا اهوت. انا حاسه صبع محشي عشان اوريكم الشوربه واصله لفين. زي ما انتوا شايفين اهو يا دوبك لامسه السطر من اللي فوق الوش من تحت. هغطيها بقى بصينيه اكبر منها، او لو عندك ورق فويل غطيها كويس قوي قوي ودخليها الفرن
على اعلى درجة حرارة لمدة، هتاخد درجة حرارة عالية هوريلك دلوقتي، لمدة ربع ساعة. شايفة مولعة الفرن على درجة حرارة زي يعني البوتاجاز بالظبط، فوق وتحت. تمام كده لمدة ربع ساعة. بعد كده وطي عليها على درجة حرارة 180 زي الشمعة كده فوق وتحت برضو. بقت تسوية. هو خد معايا ساعة وربع في الفرن وكان طالع بالجمال ده. شايفين قد ايه جميل، وكان دايب وطعمه رهيب. وسنة القرفة اللي احنا حطيناها برضو في التسبيكة، انا كنت حطيت ربع معلقة قرفة عاطية للمحشي طعم زي بتاع الافراح والمطاعم بالظبط. هنا بقى هنقلبه على الصينية. والقلبة ديت بتفكرني بأمي زمان الله يرحمها، لما كانت كده بتقلب لنا حلة المحشي على الصينية في الشتاء كده، وكنا كلنا بنتجمع حواليها. ألف رحمة ونور تنزل عليها. شايفين قد ايه دايب وجميل، جميل جدا. واللحمة كانت مستوية وجميلة واخدة الطعم المظبوط. يلا مع السلامة.